السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص حبايبي، النهاردة هنعمل 10 رغيفة حواوشي بربع كيلو لحمة. ما تستغربيش، بس امشي معايا وتاكلي احلى حواوشي. بصوا يا جماعة، انا محتاجة ايه المكونات. خلي في علمك انت لما بتملي رغيف الحواوشي ده، حواوشي الطاسة مش بيبقى حلو خالص على فكرة. لما جربته بنص كيلو ما طلعش حلو، ربع كيلو بيطلع معاكي حاجة كده جميلة. بصوا يا جماعه، طبعا البصل غالي، فانا حطيت 3 بصلات. هو الحواوشي بيحب البصل. هحط قرنين فلفل عشان الحواوشي احنا بنحبه حراق. تمام كده. وادي الربع كيلو المفروم. لو عندك بقى حته دهنه او ليا بتخلي الحواوشي في حته تانية، بيبقى تحفه وريحته بتبقى خطيره. بصوا بقى يا جماعه، اهم حاجه التوابل. لو عندك اللي هي البهارات الحواوشي الجاهزه، الاكياس اللي بتجاب من الشارع دي، اللي هي كنور تقريبا، بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى التوابل ايه عشان انا مش عندي. بصوا انا حاطه بابريكا، كزبره، اللهم صل على النبي، شويه شطه، يعني على قد ما انت تحبي كده، بحدود ربع معلقه. فلفل اسمر نص معلقه صغيره. الثوم بودر، توم باودر وبصل باودر برضو نص معلقه صغيره. جنزبيل ربع معلقه صغيره. الكمون ربع معلقه. الملح طبعا ما تكتريش، حطي نص معلقه صغيره، ولو عايز ضيفي عشان الملح مش هيتداوى. وبشره جوز الطيب عشان طبعا كترها مش حلو. بشره يا جماعه بسيطه. تمام كده. هبدا كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم وايه، وصلوا كده على سيدنا محمد يا جماعه عشان نكسب الاجر والثواب. وتعالي يلا هنبشر البصلايه بسم الله. هبشرها وايه وارجع لكم. نسيت اقول لكم ان اللي هيزود معانا الكميه رغيف عيش مبلول. هيديها طعم جميل صدقوني، ومفيد يعني مش وحش. انا بشرت اهو البصل. اهم حاجه بس تعصري العيش كويس. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلي بالليه حلو عشان ما يبقاش القطع في الحواوشي باينه. اهو كده يا بنات، اهو كده. وانت بقى بتتفرجي، يعني لو وصلتي هنا اعملي لي لايك، يعني مش هتخسري حاجه والله، ده ببلاش. بتاع راحت فيه. اهو كده. انا ايه هحط بقى التوابل. تمام كده. ودي بشره جوز الطيب يا بنات اهو. هتيجي بقى في البتاعه الصغيره دي وتبشري بس كده، هيديها ريحه جميله وطعم حلو. بصوا هنحط كمان ايه، هنحط 3 فصوص توم او فصين توم كده مع التوم البودر والبصل البودر، هيدي ريحه جميله برضو. اهو كده. هنقطع الايه، الفلفل كده اهو. مش عارفه احط الاتنين بقى يطلعوا ايه يطلعوا نار بس ما علينا، عادي. اهو كده. عايزاكي بقى تظبطي كده الايه، امشي بقى معايا بالخطوات وجربي والله تدعيلي، طعمه بيبقى عسل قوي. بصوا يا جماعه، الناس اللي بتعصج لحمه مفرومه تحطها في حواوشي، انا شفت حتى في قناه كبيره عامله. يا جماعه ده مش حواوشي خالص. انت لما بتيجي تشتري حواوشي من بره بيبقى عامله على الني، مفيش حاجه اسمها عصج لحمه. اهم حاجه طالما هتسوي بس يعطسه من فوق، ما تزوديش اللحمه عشان الرغيف معاكي يستوى. بص انا مستعجله، فطبعا انت لو تقدري تخلي الحواوشي ده شويه كده هيبقى احلى معاكي. وده اهو اللحمه المفرومه ماشي كده. هعجن ايه كله بقى مع بعض اهو يا حبايبي كده. لازم تفضلي تعجني كويس عشان الحواوشي اللحمه تدخل في بعضها لغايه لما تعمل معاكي فتل كده، زي الكفته، عشان الحواوشي ياخد من البصل ومن التوابل والحاجات اللي انت حطاها. هجيب بقى فصين توم واحطهم عليه اهو. بصوا بقى انا مش حرماكم من حاجه اهو. بصوا بقى، لو انتوا ممكن تعمليه في العيش البلدي بتاعنا عادي، وممكن تجيبي العيش اللي هو الصغنون ده اللي بيبقى في الفرون، بيبقى احلى بصراحه. فانا هعمل ايه، رغيفين من الصغيرين دول، ويبقوا برضو ان شاء الله حلوين يعني. بس هفضل بقى ان انا هعملها ببعضها عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم.
انا لقيت الخليط عايز شويه ملح فضفت له، فانت اعملي زي كده. الخليط لما يعوز منك احسن ما تزودي ملح وتحتاسي ما تعرفيش تعملي ايه. بصوا يا جماعه، بصي شايفه الكاميرا باينه ولا ايه؟ بس بصي عمل معايا خيوط. تمام كده. هجيب كده على جنب ونعمل كور، 10 كور. طبعا الرغيف صغير فاحنا مش محتاجين الكور كبيره قوي، هنعملها بالويم كده. بسم الله. والله بيبقى حلو جدا، جربوا بس والله وهتدعوا لي. الطريقه دي جميله جميله، بالرغيف الحواوشي بطل حلو قوي ما شاء الله. يعني يا جماعه الحاجه مش يعني مش بكمياتها الكبيره. وكده كده ربع كيلو برضو بيبقى متكلف، يعني ربع كيلو اللحمه برضو بيبقى متكلف. ادي كده 2 4 كده، 2 4 6 6. ودي كده 7 اهو، 7 8 ما شاء الله. يعني بصوا شايفين كمية 8 9 9 اهو 10. يعني كان ممكن اعمل كمان 11 رغيف، بس انا هزود الحتة دي هنزودها على كل رغيف بالتساوي كده عشان محدش يتظلم. هجيب بقى العيش اوريكم اقصه. بص يا حبيبتي كده انا بتكلم في الرغيف الصغنون ده كده هتسمي قصيه كده ما تفتحوش قوي يعني. اهو قصي كده اهو. تمام. وهحشي بقى واحد وانا هكمل مع نفسي. انا مش عايزه الفيديو بيطول بس بيبقى فيه تفاصيل وغصب عني. ادي اهو، وخدت حته من اللي مركونه على جنب اهو يا جماعه. وبصي هت بايديكي كده وتمشي كده الرغيف. تمام. شايفين؟ اللهم بارك. شايفين يا جماعه الرغيف اهو اتملى من ربع كيلو اللحمه. فانتي لو حابه تعملي هتعملي اهو، بتعملي كده عشان اللحمه تبقى في كل الرغيف. هخلص وارجع لكم. يا جماعه كده انا حشيت ال10 رغيفه. وتعالي بقى نسوي. انا هعمل على طاسه وحله على عيني والله عشان المواعين، بس مش مهم. يلا بص انا حطيت اهو طاسه وحله. بسم الله. احط نقطه زيت كده مش كتير، يعني معلقه. ودي عشان كانت مبلوله. انا كده اهو. بس هنوطي بقى، يعني هنخليه وسط كده واحنا بنسوي. اوكي. الرغيف اهو. لو ينفع ياخد 2 عشان احنا بنحبه سخن. ده ما بيتاكلش غير سخن على فكره يا جماعه. اهم حاجه يكون سخن. بصي وانتي بتسويه تضغطي عليه كده عشان ينزل الدهون اللي فيه ويستوي. معلش الفيديو طول، بس انا بوريكي كل خطوه للناس، يعني البنوتات اكيد انت اشطر مني. بس اهو كده. شايفين ما شاء الله؟ والله بيبقى طعمه حلو قوي. وده يا جماعه بسم الله ما شاء الله الشكل النهائي. شايفين حلو ازاي؟ والله تحفه يا جماعه. جربوا. بصوا انا عشان المصداقيه انا ما سويتش كله عشان احنا بنحبه سخن زي انا ما قلت لكم. فانا سويت 6 بس للي عايز يعني ياكل، واحنا بعدين هناكل بقى. خدوا كده. هفتح لكم رغيف. شايفين ما شاء الله باللي هي قطعه البيتزا كده طبعا ماسكه بايد اهو. معلش انا مش عارفه اتملك يعني. كده اهو يا جماعه. والله بيبقى تحفه جدا 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 جدا. بس كده حبايبي اهو. والله خطير وطعمه بيبقى خطير. لا وريحته الله اكبر يعني. والله ريحته ما شاء الله. هتجربوه للناس اللي هي بتتابعني وهتشوفوا اذا كان حلو ولا مش حلو.